إحنا بنجري طول عمرنا نهرب من الألم، بس عمرنا ما سألنا نفسنا هو ليه الألم مش سايبنا في حالنا؟ إحنا بنحاول نلغيه، مش نفهمه، بنعتبره ضعف أو عيب أو حاجة لازم تختفي. بس الحقيقة الغريبة إن الألم جزء من تكويننا كبشر، ومن ناحية تانية إحنا بنعمل المستحيل عشان نتجنبه. شايف التناقض؟ المجتمع دايما بيقول لنا ما تزعلش، ما تاخدش الموضوع على أعصابك، كأن المطلوب مننا نكون روبوتات. بس السؤال الحقيقي، هل ينفع نلغي جزء من إنسانيتنا؟ المشكلة مش في الألم نفسه، المشكلة لما الألم يتحول لسلسلة بتأيد حياتنا. تخيل معايا شخص وقع في حفرة، المنطقي إنه يحاول يطلع، لكن اللي بيحصل أحياناً إنه يمسك فاس ويفضل يحفر لتحت أكتر ويجلد نفسه عشان وقع من الأساس. دي دايرة خطيرة اسمها الندم المدمر. بس المفاجأة إن الندم نفسه له وش تاني، وش ممكن يحول الغلط لخبرة والوجع لقوة. لكن السؤال هنا، إزاي نحول الألم ده لدرس بدل ما يتحول لقيد؟ الإجابة الكاملة شرحتها بالتفصيل في فيديو كامل على القناة.